لا، ما انا اعطيتها الطلقه ورمحت على العيال. طب العيال ذنبهم ايه؟ لا، العيال هريحهم، ما انا خلاص انتهى الامر بالنسبه لي انا. طب إيه اللي ريحهم ليه؟ يرتاحوا افضل. ذنب الاطفال ايه؟ امال اللي تعيش متشرده ما لهمش غيري، هم ما لهمش غير انا، خلاص وانا انتهيت، يبقى ازاي يعيشوا؟ ازيك يا حاج محمد؟ وانا طبعا مش جهه تحقيق وانا متعاطف معاك. انا على مهلك كده تحكي لي، اولا انت اتجوزت كم مره؟ انا اتجوزت مراتي ام العيال دي. دي اول زوجه ليك؟ اول زوجه. استمرت معاك كم سنه؟ ديت قعدنا 3 سنين وانفصلنا. 3 سنين وانفصلنا. خدت منها قد ايه بقى؟ لما رجعت خلفت منها ايوه. يسرب وشهاب، يسرب وخالد وجهاد. يسرب وخالد وجهاد. اسمه شهاب الشهرة يعني. شهاب الشهرة. طيب كويس، جابت لك الذكر والانثى؟ جابت لي 3. 3. وبعدين؟ بس فطبعا حصلت اختلافات بيني وبين اخوها، على ان كان في بدل اخوها واخد اختي. زواج البدل ده مشكله عندنا. كانت مشكله يعني، كان تعب اختي جامد يعني. حبيت اما انا احدد موقف ليها معاه، فطبعا اختلفنا انا وهي. هي جت مع اخوها وثبت عارف ان الزوجه بتيجي مع الزوجه، معاك انت جت مع اخوها؟ جت مع اخوها، بعتنا انا والعيال في لحظه، في ثانيه، ورغم ان هي عايشه عيشه كويسه يعني ومرتاحه. المرأة وانطلت عشرتها. تمام. وعايشه عيشه كويسه مع عيالها طبعا. وانت شغال شغلانه حلوه جدا ودخلك يعدي كام في الشهر؟ الحمد لله يعني يطلع 5000 جنيه في الشهر. طيب تعيشك انت واولادك وانت وزوجتك واولاد عيشه حلوه جدا. الحمد لله طبعا. لكن هي انحازت لاخوها فطبعا طلقتها. انحازت لاخوها، انا ما طلقتهاش. هم قعدوا ما حلوش معايا سنه. قعدوا سنه ما حلوش معايا، لا حلين بطلاق ولا حلين باي حاجه. طبعا انا قاعد في محتاج زوجه عشان العيال معايا ووالدتي. هي سابت لك العيال كمان؟ ما العيال سابتهم ايه. في ام بيسيب عيالها؟ لا، ما انا مرزق باللي بيسيب عياله. يعني فعلا حاجه غريبه جدا. معروف ان الزوجه ولادها روحها وتقول لها لا ما فيش، ما عنديش، انا ما قابلنيش الحته. الصنف ده ما قابلكش؟ الصنف ده ما قابلنيش خالص. فسابت لك عيالها؟ وسابت لي عيالها ومشيت. تمام. طبعا احل اربط شمال، ما فيش حل. رحت متجوز. جوزت واحده من دفعتها في المدرسه. انت غصتها؟ مش غصتها، انا حبيت ان انا اتجوز على اساس العيال دي، عشان اعدي اخدمهم وبتاع. والدتي الحمل عليها تقيل، ما ينفعش. 3 عيال. فاتجوزت واحده طلعت شيطانه. ازاي؟ شيطانه بمعنى كلمه شيطانه. ازاي بقى؟ يعني هي ليها تفكير معين على حاجه معينه وطرق معينه، والطرق دي تختلف معايا ابدا. توضح لي يعني ايه طرق؟ انا عايز توضح لي المعاني. يعني مياله للجنس شديد، مياله للجنس مهمل شديد، شرسه في الجنس. موضوع ماشي، بس انا بالنسبه لشغلي ومشاكلي مع العيال عايزه تفرغ. وبعدين العيال ايوه عايزه يعني ما فيش. هي ساعات تبقى تسيبني بالبت الصغيره دي، كانت عندها 1.5 سنة جهاد، تسيبني تنام وتسيبني اقعد بيها على اني ما نايماش، ومش عايزه تنيمها جنبي. ما هي مش بنتها برضه. ما ها نفس الوضع. اقعد بيها، اضطر اقعد بيها عشان لغايه ما تنام. قالوا لما انام انا ما اقدرش اسيبها. طبعا. فطبعا مريت في 8 شهور خلت وشي شقق من الغيظ، ومش قادر اتكلم لان انا اللي جبته لنفسي. فطلقتها؟ مش طلقتها، انا ما طلقتهاش بسهوله يعني. انا حبيت ان احط النقط على الحروف معاها على اساس تعرف تعيش معايا على قد وضعي. هل انت بتجيب الزوجه مثلا، تتزوج الزوجه تعيش على وضعها هي ولا وضعك انت؟ لا لازم وضعي انا طبعا مش وضع بيتك ووضع ظروفك انت طبعا. لا، دي نظام تاني، عايزه تغير الكتالوج خالص، ما ينفعش. ومش مع واحد صعيد ومش مع واحد زي يعني. طبعا الاكل تشيله من بعيد عن العيال، تخبيه لغايه ما يبوظ في الثلاجه عشان العيال ما ياكلوش. ما اقول له حط الاكل قدام العيال، حط الفاكهه، حط الحاجه قدام العيال، تخلص انا اجيب غيرها. تمام. ما عندهاش الكلام ده. هي تبص تلاقي تشيل الحاجه لغايه ما لقيت حاجات معفنه قاعده ليها شهر و2 في الثلاجه. ترمي وولادك ما ياكلهاش. ما كلهاش. طبعا معنى الكلمه ما قدرتش تحمل المسؤوليه. ايوه سبتها. بس انا طبعا هو ابوها اللي عرف كده ان هو حل معايا بود يعني، لان عرف بنته مش هتقدر تحمل مسؤوليه. دي تاني زوجه. دي تاني زوجه. جيت نقلت في الشركه، كنت قاعد في البلد لو نقلت في الشركه، فخالتي في الراينه قاعده جوزها معاه بنت عمه متطلقه من ولد عمها. ولد عمها شقيقه. دي
خدتها انا طبعا لما بروح اخد زي ما تقول ايه الحسبة 3 1 2 3 خلاص انتهى الكلام، ما بدور ولا بتاع، انا عايز واحدة تعيش معايا، هدي وهدي وطلبات الطلبات اللي عايزينها بجيبها لهم يعني بكل انت حالتك الماديه كويسه. الحمد لله خدتها دي. طب كويس. الاخبار هي بيطمني بقى. لا ده دي يعني طفطفت يعني النفسيه اتغيرت. انا نفسيتي تعبت اول هم من ايه؟ العيال لما سابوا امهم العيل اتحش طبعا اتكسر. فكسره ده خد 50% عندنا، بقيت ماشي ب 50%. نفسه بقيت محشوش عليهم طبعا. بس طبعا خلاص انتهى الامر، هي رمتهم وامهم وهي في العده جالها واحد واتكلم عليها وحجزها لغايه ما خلصت العده واتجوزت. ولا سالت في ولادها ولا حدا ابدا، هو خدها عشان تخلف، لكن هو ما يعرفش ان هي ملهاش خير في عيالها. فهمت ازاي؟ ما فيهاش خير في عيالها، مرمتها رمت عيالها. ما هو عيالها وجوزها اللي عايشه معاه لي 12 سنه، يعني هي رمت العيال بدون اي وجه سبب، يعني على اساس ان هي اخوها ينفذ اللي هو عايزه بس مش اكتر. ضحت بيك وضحت بولادها عشان خاطر اخوها. ايوه ضحت بيا. ما هو نفس الوضع، عايزين يحلوا لما هي عايزين يمشوها عشان يحلوا على مزاجهم. ما ينفعش احل على مزاجي، على مزاجهم. اختي تعبانه تعب جامد. ما زواج البدل ده مشاكل. المهم الثالثه طمني بس عشان بقيت الاقي طلعت ادل واطين. بقول لك ايه، بقول مش ممكن يكون العيب فيك انت، يعني معقول الثانيه وحشه والثالثه وحشه. هقول لك طيب، ما هقول لك انا طيب، ما انا خدتها يعني كان بدات نفسيتي تتعب. نفسيتي تتعب وهم ما كانوش سايبيني، يعني سايبي. كانت امه بتعمل لي اعمال وبتعمل لي اللي هي اللي اولانيه امها اتوفت ماتت. اشتغلوا معاك في السحر. استلم ولدها استلم الموضوع وايه، كان ضررني جامد يعني بالسحر. انا ما اعطيش حكايه زي كده ولا اعطي اهميه، بس تلاقيت نفسي الظروف بتاعتي يعني بتتعب بقى، ودي صغيره عندها 25 سنه. 25 سنه وانت في الاربعينات باين؟ انا لا انا ايوه عديت ال 40، انا مواليد 71 يعني كان 43 سنه. بسم الله ما شاء الله. بس فطبعا بصيت لقيت طبعا ايه المجاوبه مش هي. طب كانت بتعمل ولادك الثالثه حلوه ولا وحشه؟ زوجتك الثالثه؟ لا الثالثه دي زي ما تقول ايه، قعدت تيجي تخش الاوضه ملهاش دعوه بحاجه. تخش الاوضه وبعدين حتى ايه تبص اهملت. هي كانتش مرتاحه لحاجه معينه. طبعا الانسان اي نعم معاك، انا ممكن الانسان ما ترتاحش، بس برضو انا الظروف بتاعتي كده. طب هعمل ايه؟ طب ما فيش، مش حكايه الشغل، الظروف اللي هي ايه، الظروف الجنسيه. فطبعا هي متاثر من الحكايه دي. ده كله متجوزك على طمع. فطبعا انا ما فيش، انا ظروفي كده. مفيش خالص؟ لا في والله، بس كويس، بس في الحمد لله. ورحت كشفت الدكتور قال لي نمبر 4 ما تاخدش منشطات. جميل تمام. بس النفسيه تعبت، نفسيه تعبانه. الموضوع ده عايز نفسيه وعايز نفسيه. طب فين النفسيه ترتاح؟ انت شايف ولادك يا ناري كده حالتهم، لا حد مهتم بيهم ولا حد بتاع، مكسور من جواهم. ده اكتر شيء اساسي، مكسور العيال دي. المهم دي كانت تعبانه، عندها سموم في الدم وتجلط. عالجتها عند انا عالجتها خطوه خطوه لغايه ما نزلت البت دي اللي هي تقع. يعني انت جبت منها اولاد؟ خلفت منها. ايوه، ما انا عالجتها، ما كانتش بتخلف، هي كانت بتسقط عند ولد عمها. بتسقط وسقطت 5 مرات لغايه ما ربنا كرمها وولدت. لغايه ما اخر حاجه خدوا نص كيلو دم في المستشفى في رعايه الطفل. بس كانت بالسلامه وجابت لك تقع. جابت تقع طبعا. مش عايز بنت؟ هي بتفكر. انا قلت لها لو انت مش عايزه تعيشي معايا، لو انت مش عايزه ومش مرتاحه معايا، اطلقك واديكي حقوقك كلها واللي انت عايزاه، وخلي البت دي مع امك واتجوزي. في اكتر من كده؟ انت ما تخليها معاك انت. ما انا قلت لها خليكي، انا كنت تعبان، ما تعبان نفسي. تاخد عيل ربع تاني. ما انا اقول لها خليها معاها عشان ما تتحرمش من الام. تمام. يعني انا حطيتها في الامان. في اكتر من كده؟ يعني انت مثلا مش مرتاحه معايا، انا حاسس هي مش مرتاحه، خلاص خدي بنتك وروح عند امك، اطلقك واديكي حقوقك كلها. تمام. واللي انت عايزاه، وخليكي عند خليها مع امك اتجوزي. عداك العيب. قلت لها اكتر من مره. قالت لك ايه هي؟ لا انا ما سيبكش، وكلام اونطه، كلام اصيله مين؟ ده قله الاصل عندهم. ازاي؟
اصيله مين؟ ده هو كلام كلام بس في الفعل. كلام مفيش فعل. احكي لي ده انت جواك مصايب. هو ده كلام. ده هي اما اتكلمت مع عمي كلام كده فالدنيا جابت لي الضرن. هي عيتني بالضرن. ازاي؟ عندها الضرن هي من زمان، وانا اما طبعا انا قعدت معاها عيت، رحت رايح المستشفى لقيت عندي الضرن، خدت 6 شهور علاج. 6 شهور امشي العلاج ومواجب معاها على كد من قدرتي. طبعا النفسيه عملت ضغط نفسي شديد، عملت لي ضعف في العضو. دي حاجه. واروح اكشف يقول لي نمبر 4 والله اعطيني منشطات. ده لو نمبر 2 حلو مش وحش. لا نمبر 4 والله العظيم قال لي 4. اللي نفسه بتاع الاشاعه قال لي ليه انت جاي؟ مين جايبك انت؟ ده انت عنتيلي يا حاج محمد. بس طبعا النفسيه تعبانه فخلاص. تعبان نفسيا. طب هعمل ايه؟ المهم انفصلت وادي الثالثه. ما انفصلناش بسهوله. دي راحت كبت عليها مزيوت. شفت المزيوت. انا بشبه اللي عملته في الراينه في بلدهم دي، بشبهه بمزيوت كبتوا عليا انا والبت. عملت ايه؟ بهدلتني. هي عايزه ايه؟ توري مبرر للطلاق. فهمت ازاي؟ لان اهلها. وهي عماله تفكر وهي قاعده كده اشوفها بتقول ايه؟ ابويا مش مرتاح في تربته. ايه؟ رحت باصص لها. انا فاهم كل حاجه، بس انا سبتها تلف الحبل حوالين رقبتها. سبتها هي اللي لفت الحبل اللي حوالين رقبتها لوحديها. طبعا راحت هناك، ان كان الله اعلم في واحد كان موعدها بالجواز. فهمت ازاي؟ وده اتصل بيا وحصل مكالمه منه معايا وجه قابلها في اسيوط. فهمت ازاي؟ ده موضوع يعني موضوع ملوش لازمه. راحت هناك خربت الدنيا ومعاها امها. سيبك ندخل على الرابعه. ما هي الزمتها ان انا اخد البت منها اللي هي تقع. خدتها وهي عندها سنه. لسه بترضع. خلصهم هم قالوا خليها سنتين. قلت خليها. جيت اروح اشوفها بيقول لا ما تجيش. قلت طب ادوني بنتي. قالوا نديها لك على سنه. خدتها على سنه خلاص. طيب وطلقتها. الرابعه بقى ايه موضوعها؟ الرابعه دي انا طبعا عرفت نفسي كده الظروف عندي يعني مش مجاوب. كنت بتلقى عرايس يعني تطلع دي وتلاقي دي ولا كنت داخل في سوبر ماركت؟ ما استنى. طيب انا من بعد دي قلت لا خلاص كده الواحد يشوف حاجه يعني يكون ايه نائبه ومحترم، يعني حاجه تكون كبيره وعاقله. تمام جميل. كنت بتاخد الصغيرين؟ لا الصغير دلوقتي ماليش في نصيب. ما فيها خلاص. انا تعبان نفسيا دلوقتي يعني حتى مش قادر. تاخد الكبيره. اخد الكبيره. رحت الواحده عندها اكبر مني بسنتين. عدك العين 69. يبقى انت اخترت كل الاعمار وايه يعني ما فيش فرصه ليها تاني. هي فرصها انتهت. انا بالنسبه لي هي فرصها انتهت. خلاص انتهت. بالنسبه لايه؟ بالنسبه لان حد يجي لها. معاها اخت اصغر منها عندها 40 سنه. شويه فيها الرمق، بس انا قلت لا خلي دي لحد ممكن ايه يسعدها اكتر مني. فهمت ازاي؟ بالنسبه لظروفها انا عندي العيال وبتاع، قلت اخد دي اللي المقطوع عنها الرمق خالص. شفت خشب الصمت. شفت خشب الصمت زي بالظبط. يعني ما بص لما انا خدتها ولد عمي بيقولوا ايه ده؟ طبعا ما حدش عارف ظروفي. يعني رضيت بالهام وخدت خشب. خدتها والعازمه والقايمه وكتبت واعمل زي عروسه. حتى وديتها المصاراتي، سمعت تهزيق عند المصاراتي. سمعت تريقه والله. عشان مش حلو. لا كبيره وهي بقى زي ما تقول نشفت يعني نشفت خالص كده. والعمليه خدتها. قلت يا دي ايه الاقي بند العيال. حليت كتير قلت تتحدى. قلت اقعد الاقي بند حد يقعد مع العيال. يعني حد يقعد مع العيال. تعملها لك جميله جامده دي. لا ده بتجازيني. ازاي؟ ده هي ما بتجازينيش خير. ده جازتني شهر. ده ما قعدتش 4 اشهر دي. ليه خير؟ ده خشب صنف. ما فيش. ده هي جمجمه عندها قافله على 17 سنه. فاكره ان هي صغيره عندها 17 سنه. يا بنت الحلال كان ماني عايزه تقعد على رجلي ونظام ايه ونظام يعني وما بتقضيش. ما تعرفش تعمل حاجه. تهرب اللقم شديد. ايه ده يا بنت ليه كده؟ كلمتها كلام من ذهب. قلت لها يا بنتي انت ظروفنا احنا دي. انت كبيره وانا كبير مش صغيرين. احنا لينا وضع مختلف ولينا ظروف. ما فهمتش. ما اتجوزتش قبل كده وعايزه تحس انها عروسه حتى. ما انا عايشتها عروسه والله. الايام اللي خدتها معاها دي يمكن احسن من الايام اللي هي عندها 25 سنه. شوف سبحان الله لوحديها كده كان بيبقى كويس وتمام والامور تمام. بس هي خلاص على كده كده امور. انا نفسيتي تعبانه.
ونفسه العيال حاشيني. ما خلفتش منها طبعا دي انا دي ما خلفتش 4 اشهر، دي خدت قاعده 4 اشهر وقاعده تتنط في الشقه وتشابط وتزعق وتزعق. تقول لها الناس، تقول لك قطع الناس وسنينها. طبعا جنبينا كلهم مديرين قطاع في الشركه، في الشقه العماره 4 شقق مديرين. اقل واحد انا قاعد، يعني واحد قال محمد ما يقعدش ما اقعدش. قلت لها لا بس خلاص، رحت موديها لاهلها. يا عم الامر خدت قيمتها وخدت كل حاجه. لا انا اديها قايمه ازاي دلوقتي؟ هي عملت بيها اساسا. ده ما عملتش بالاكل بتاع الناس اللي كلتوا في الفرح. بتعملوا مفرح كمان وكوشه والدنيا جايه. ما فيش فرح، اللي هي الناس اللي بتجيب الحاجه. طيب الناس اللي بتجيب الحاجه. الرابعه ادخل لي على الخامسه. الرابعه دي انا خدتها. رحت طبعا بالنسبه لان انا ظروفي يعني الفلوس خلاص يعني كده وقعت، فطبعا عايز فلوس، معيش فلوس ادفع الذهبات كنت بعته. فقلت لها خلاص اخليك لغايه ما الرابعه دي اللي هي الخشب الصمت دي. ادخل على الخامسه. الخامسه دي شافها لي نسيبي جوز اختي. هي دي من السقساقه. سكساكه يعني بلد اسمها سكساكه. بلد اسمها السقساقه، بس بلد يعني زي ما تقول فيها بعض الناس كده، فهمت ازاي؟ دي دخلت عليها انا خدت السنه دي عندها 34 سنه. معقول برضه. بس حاجه كده تشوفها يعني ايه، تبص عليها تفهمها ان هي هبله يعني عبيطه كده ولا بتاع. انت كان ايه اللي رماك على الهو؟ ما انا قالوا غلبانه. رحت قعدت في الضلمه وقعدت معاها غلبانه. طب انا عايز الغلبان. انا عايز ظروفي. انا جربته كل حتى العبط خدت. انا عايز الظروف، عايز واحده غلبانه تقعد معايا، فهمت ازاي؟ خدت اخوها. عملت ايه مع العيال؟ انا خايف على العيال. ولا حد ابدا. شوف بص، ولا الهوى الفارغ. اقول لها قوم اعملي لي شاي تشتمني. تقول لي لا ما اعمل لك الشاي. طب خلاص ماشي. من رابع من تاني اسبوع نايم في البيت وطلعت بره الشقه عايزه تمشي. ابص الاقي الجرس بيرن، اقوم افتح باب الشقه الاقيها ماسكه كيسه وعايزه تمشي. لولا واحده جارتنا نزلت بتقول لها انت واقفه ليه كده هنا؟ هي مخها وقف، ما عرفاش تعمل ايه لان في اتوبيسات، ما عرفاش تعمل ايه. طبعا وقفت قدام باب الشقه، وقفت على السلم. نازله دي بتقول لها ايه؟ قالت له انا مرت محمد احمد صادر. راحت داس على الجرس. انا قمت ببص على واد احسبه بيروح يجيب العيش، لقيته نايم ولقيت العيال نايمه. حظك يعني. بفتح الباب، ايه الموضوع ده؟ حظك كده مع كل الستات. طب ما امال ايه؟ حظك مع كل الستات. دي طفطفت دي جابت الاخر. فتحت الباب لقيتها. بقول لها رايحه فين انت؟ قالت كنت ماشي. قلت لها طب ماشي، طب مش تقولي لي انا همشي اودي كام شهر من الجواز ده؟ ما كملش تاني اسبوع. اتصلت باخوها بقول له ده هي فتحت الباب وباب الشقه ومشيت. يقول لي بس انت ما تزطش الدنيا عبيط. لقيته عبيط عبط، اعبط منه ما فيش. فلما لقيت اخوها اللي هو متعامل معايا عبيط، طب اكلم مين؟ رحت لنسيبي، ونسيبي جاب عمامها وجاب خالاتها، مرت خالها، وقعدوا قعدوا ايه الحكايه روايه. هم الفلاحين زي ما تقول ما يجيبوش العيب عليهم مهما كان يعني، حتى ايه. المهم طلعت. دي ما طلقتهاش. دي موتها على طول. موتها اكيد. ما دي اللي ماتت مع العيال دي. دي الخمسه اللي ماتت ولا السته اللي ماتت؟ الخامسه. انت اتجوزت السته؟ لا 6 دي واحده قبل ام شهاب. واحده قبل ام شهاب ما حصلش مشاكل يعني، حصل انت الظروف. متجوز 6. 6 ايوه. الاخيره دي اللي كانت حامل في الشهر التاسع. اللي هي كانت حامل في الشهر التاسع. بتقول لي ايه؟ حامل في الشهر التاسع يا راجل. طب حامل الشهر التاسع ما هستنتفها ده. بتقول لي انا العيله انزله واديهولك. طب ليه يا بنت الحلال؟ انا اقول لها والله بدي يعني ودي ان انا اخوي شاب. قالت لا الاخوات ما بينفعوش بعض، بيكرهوا بعض وما ينفعوش بعض. انا ان شاء الله ينزل ميت. طبعا لما واحده تقول كده وتكلمك بالطريقه دي وتعاملك معامله دي وتشتم يا دمسه وتشتم، وطبعا اقوم اضرب. تشتمني؟ ده ضربتني بسم الله ما شاء الله. تضرب مين يا عم؟ ده انا قاعد جنب هرقليس. ما ضربتني هي. بعد ما ضربتني انا قمت ضربتها. ضربتني وشتمتني. طب هي المراه، طب هو اساسا انا الكل طفح منها هتيجي على الضرب؟ ما هي ما عملاش حاجه ابدا، ما بتنظفش مكانها، عملت لي حساسيه على العنايه. ولا كانت بتهتم بالعيال؟ ولا اهتم بالعيال. ايه ده؟ تنام بالمغرب البت، تنام بالمغرب وتسيب الدنيا تليط. طبعا انا معتمد على البت لما بتيجي تنام خلاص ما اقدرش اصحيها. البت في المدرسه في ثالثه اعدادي، فاقعد البت الصغيره دي تقعد. طالما قاعده صاحيه انا لازم ابقى معاها. اخش معاها الحمام واغسلها وانظفها لغايه ما ايه، لغايه ما تنام. لولا ما انام وهي نايمه مفيش حاجه. ده هي بقول لك انا الواد رايح انام
والواد عمل شيبسي، بيعمل شيبسي. فانا قلقت بقول لها امي خليكي معاك، انا رايح في النوم. قلت لها لحسن الطشه تيجي الزيت تيجي ميه ويروح مولع، يروح كابب ميه تخرب الدنيا، خليكي واقفه. قالت ان شاء الله يتحرق هو اللي يعرفوه. قلت لها دي، رحت جايه ما انا فقت ليه كده؟ ده ولد. كنت بتكلمهم بالامانه بالهدوء ده، ولا كنت بتكلمها بايديك اللي عامله بسم الله ما شاء الله زي المرزبه دي؟ لا، هي اللي بتوجبني ان انا اضربها. ما اصل الكلام تقيل، انا مش متعود عليه، انا مش متعود ان حد يكلمني بالطريقه دي، فكلام تقيل. فانا قمت بقول لها ليه كده؟ طب ده واد يعني ولدنا، وبعدين يعني ولدي ما فيش غيره، وبعدين انت مش مرتي. قالت لا ماليش دعوه. ولا انت كنت متضايق منها عشان عرفت اللي ببطنها يا بنت وانت عايز ولد؟ لا مش حكايه بنت والله، اللي انا قلت اللي يجيبوا ربنا كله زين، ما فيش حاجه. بس عايزه خوي شهاب، وقالت لك الاخوات بيكرهوا بعض، وخاصه لما يكون الامهات. هو عرفناها بنت عادي، موضوع ملوش اي دعوه بحاجه، لان هي نفسها اما قالت لي الجمله دي انا زعلت في نفسي. ماشي، قلت خلاص انا مرزوق باللي هو ما بيحبش عياله، اسيبها لك. ده هي بتقول لي انا اسيب لك المولود، اسيبه لك وامشي. قلت لها طب خليه مع اخوك، يعني خليك مع اخوك، اخوها محروم من الخلفه، خليه معاه يعني اديهوله، وهو ولد اخته او بنت اخته. قالت لا ما نربوش عيال حد، وانت مش من مقامنا. قلت لها ماشي 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 ماشي. ده ضغوط عليك قاعده؟ ما انا ضغوط، وطبعا اروح فين؟ والتاني لما انا جيت اخر مره ضربتها ما كلمتش، انا ساكت ماشي في المجرى بتاعتي، وماشي شغال وماشي، وعمال اجرجر في نفسي والم في نفسي عشان اعيش. اتصلت بيه كلمته، قال له اتصل دوكا بقى العبيط يكلمني يقول لي اخوها. اقول له ده مدت ايدها علي، يقول لي لا ما تعملش كده من فراغ. قلت له ايه ده؟ طب حتى ان ضربتها ترد عليا؟ شتمتها تشتمني؟ لا انا هبهدلك، انا هشتكيك وهبهدلك وافصلك. مش قلت له انا موتك، بس انا هموتها لك، هخليك تلمها في طشت. طبعا فور الجسم عندي، انا طبيعي مش فاضي للكلام ده، انا كل الضغوط دي كلها عليا، فاضي ان هو واحد يقول لي كده؟ طب هو اساسا انت ضحك عليا. طب واحده زي دي وانت عارفني ان انا متجوز كذا مره، تشيل عيال وتقعد مع عيال؟ دي عبيطه. وعبيطه بعبط بايه؟ عبط بالكيل، مش عبط هين. ده لما مش عارفه قيمه جوزها خالص. يعني هي اما مشيت وطلعت من بره الشقه، اتصل بيها قال ما تطلعيش. قالت لا خلاص اخويا قال لي ما تطلعيش. قلت لها اخوكي قال لك ما تطلعيش، وانا اقول لك ما تطلعيش؟ ما فهمش. جوزها مين؟ جوزها مين يا عم؟ ده هي ما فهماش معنى الجوز خالص. اتجوزت ست ما فهمش واحده طلعت بنت حلال. والله اساسا ما فيش وحده، وما فيش وحده اصيله ولا جنتش مرة. حتى ام العيال ندمت ان انا خلفت منها العيال. طيب انا عايز اعرف مين انت كنت عايز تتجوز جوازه سته، ولا هم قالوا لك ما نجوزكش وانت متجوز وعندك عيال؟ بنت خالتك؟ مين هي؟ اللي كانت غرقانه دي، اللي غرقت. لا يا عمي والله اللي غرقت دي مش غرقت، ده موتوها هم. ليه؟ هو اللي موتها. لا موتها عشان اخته. عشان عايزه تتجوز؟ عشان اخته. ايوه كانت عايزاك وهم. يا عم مش عايزه تتجوز، ده بنت صغيره، ده كانت بنت يثرب، ده صغير هي البت دي. ده انا كنت هاخد اختها الاكبر منها اللي هي اتجوزت. بس ما فيش اي حصل كلام كده. هم قالوا لك لا ما نجوزكش عشان انت متجوز ومخالف. لا ما فيش، كنتش لسه متجوز، بس هم قالوا لا. خالتي قالت لا، رفضت. خلاص انت دي صغيره. اتصلت بقى بالتليفون وقلت لها انا موتت العيال وموتت؟ اتصلت بمين؟ بخالتك. مش قلت لها كده؟ لا ما اتصلتش بخالتي انا. طب خلينا انا اتصلت بيه هو، قلت له روح خد اختك ادفن اختك يلا. ايه اللي حصل في قال اليوم؟ لي هتموت واحده تاني. قال لي قبل ما تدفن هتموت واحده. قلت له طيب ماشي عشان اموتك، انا فضيت لك خلاص. ايه اللي حصل بقى في اليوم الموعود ده؟ اليوم الموعود هو اليوم اللي هو فيه. والله انا زي ما تقول يعني خلاص يئست وتعبت جامد. حتى الشغل مش يعني بقيت اهمل في الشغل، مش قادر اشتغل. اليوم بحسه ان جبل عليا شغل، ويعني خلاص اهمل في الشغل اللي انا باكل منه عيش. يبقى هينفع انا العيال دي بنات واد يعني هتتشرط. تعبت خالص. لما جيت بصيت لقيت نفسي كده مرة واحدة أنا قاعد بقعد لغاية الساعة 3 صاحي 4 سجاير، وقاعد أفكر أعمل إيه مش عارف. وجاني العبيط ده عايز 150,000، وهي تقول أنا أقعد وتخدموني، وإن طلعت أشتكيكم بال150.
طيب ماشي يا حاج، لا انت انا هوديك انا. خلاص هي تقول كلام، هي ما فهماش ان انا في دوامه، هي ما فهماش ان انا خدت كارد ب 100,000 150,000 جنيه من الشركه ليه قبل ما تعمل الجريمه؟ انا خدت كارد عشان معيش فلوس، كانش معايا فلوس. تعمل بهم ال 150,000 كنت عايز اشتري شقه في البلد. عشان ايه؟ ليه؟ عشان انقل العيال مع اخويا. تعبت. يعني اخويا قال لي هات العيال خليهم معايا، قلت له ماشي هنشتري شقه وخليهم معاك واقعد انت وانا اشوف ايه اخلص نفسي من صاحبتنا دي. انت تتجوز فيها الشقه دي؟ لا هتجوزها، خليهم بس العيال لاني تعبت، نفسيتي تعبت ومش قادر. عملت توكيل لاخوك علشان العربيه وعشان كل حاجه؟ العربيه دي انا كنت عايز ابيعها. يعني انت كنت بتظبط كل حاجه، جبت الفلوس وعملت توكيل لاخوك بكل حاجه وانت متفرغ ان انت رايح تقتل بقى؟ لا انا عملت توكيل لاخويا، ده ممكن عشان العربيه ما قدرتش ابيعها، لكن الفلوس دي انا صاحبها كنت هشتري شقه في البلد. تمام. كنت هشتري شقه. كنت فكرت في موضوع القتل ده ولا ما كنتش لسه فكرت فيه قبل القاضي؟ ما انا ما فكر، انا بفكر اشوف حل لنفسي. اعمل ايه؟ تمام. يعني كل ده بين حلول بيني وبين نفسي اشوف حل. لا ما لقيتش اي حل، وصلت للحل الاخير ده الساعه 2:30 بالليل، رحت ساحب الاجزاء ورحت مطير. انا قعدت في الراحه وولادك شايفهم قدامك. اصل انا عرفت ان انت دخلت لقيت البنت صحت، اول ما دخلت خدتها ودخلت على الحمام وغيرت لها هدومها والكلام ده. ما انا كنت في الوقت ده قاعد، البت كانت نايمه. الساعه كام ده؟ كانت حوالي الساعه 12 كده، 12 وحده يعني كده في الليل. فالبت صحيت. البت دي لما تصحى في الوقت ده ما بتنامش غير الصبح. اللي هي تقى دي الحاجه تقى دي اللي عندها سنه تقريبا، عندها 2.5 سنين. مفيش حد صاحي، كله نايم، وهي طبعا من اعداد الموتى. هي ما لهاش دعوه، حتى لا تقى ولا ام تقى ولا ابو تقى حتى. ما فيش، ما دي وضع تاني. برضه حامل في شهرها التاسع، دي كانت هتولد الاسبوع ده. مين تسع مين ده؟ هي من قبل ما تحمل. ده هي اما حملت بتقول لي حد قال لك تتجوز واحده صغيره؟ قلت لها طب ما انا اتجوزت الكبيره. عملت ايه الكبيره؟ انا نصيبي كده. اتجوزت كل الاعمار بقى. يعني هي بتلومني ان انا ايه، يعني انت اتجوزتني، انا قلت لك اتجوز، انا خده خليه مع العيال يعني. البنت قامت تقع، وهي لما بتقوم تقع قامت يعني قعدت. انا حاولت انا يعني انام، يعني انيمها كده وبتاع. قعدت انام فيها لغايه ما نامت جنبي على الكنبه. بس قمت على طول، لقيت نفسي ماسك المسدس وسحبت الاجزاء على طول. دخلت عليها، رحت من غير تفكير ولا اي حد ابدا. خلاص، ما انا اما سحبت الاجزاء وخدت طلقه المسدس خلاص انتهى. دخلت جوه على مين الاول؟ دخلت عليها هي مراتك اللي هي حامل في 9 شهور. ايوه. عملت ايه بقى؟ ضربتها طلقه في دماغها على طول. طلقه في دماغها من مسافه بقى ولا قربت عليها؟ قربت عليها مخدة. ايوه قربت عليها ورحت لازق المسدس ضربها طلقه. دخلت على العيال على طول سريع. والناس ما سمعوش ضرب النار ده وحد خبط على الباب؟ والله هو كان في وقت يعني الساعه 3 كده، ما يعني ما قبل الفجر، فلسه ما حد. في الوقت ده مراتك بقى خدت الطلقه، ما اتحركتش، ما عملتش، خدت الطلقه وسقطت في ساعتها كده؟ لا، ما انا اعطيتها الطلقه ورمحت على العيال. طب العيال ذنبهم ايه؟ لا العيال هريحهم، ما انا خلاص انتهى الامر بالنسبه لي انا. طب ايه اللي ريحهم ليه؟ يرتاحوا افضل. ذنب الاطفال ايه؟ هم اللي تعيش متشرده، ما لهمش غيري، هم ما لهمش غير انا خلاص، وانا انتهيت. يبقى ازاي يعيشوا؟ ليهم رب كريم يا عم. رب كريم ماشي، ما قلناش حاجه، ونعمه بالله ونعمه بالله، بس برضه العيل بيبقى عايز مراعاه، عايز دي وعايز دي وعايز دي. مين ما فكرتش فيهم قبل ما تعمل في مرتك كده ليه؟ لا افكر مرتي مين؟ ده مرتي دي انا كنت عايز اقضبها بالسطور، اخلي ابوها ياخدها في طشت. طب المهم بعد ما طلعت جربت، يعني انت جربت الطبنجه خلص من دماغها كده وجيت اعطيتها الطلقه في دماغها. طلعت بقى لقيت طلعت دخلت على العيال في الاوضه نايمين. كام عيل كان نام في الساعه على السرير؟ اليوم ده شاب نام جنب على السرير على سرير سته جنب ولد وانت وروحك فيه. والله انا العيال كلهم بحبه، بس زي ما تقول انا تعبان بالنسبه لهم. لقيت الاربعه نايمين جنب بعض. 3 ما نايمه دي. تقى عزلت نفسها وحديها نامت. حبيت ادخلها جوه مع العيال ما رضيتش. وهم نايمين على السرير. ناموا على السرير. ضربت ياسر باول واحده. ياسر؟ ضربتها بايه؟ بالمسدس برضه.
طلقه فين؟ في دماغ. عندك كم سنه يا ياسر؟ في ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي. ورحت ضرب جهاد. ضرب مين؟ جهاد طلع في دماغها برضه. في دماغها، ورحت رادد على شاب برضه. شاب خليت الشاب الاخير. اعطيت الطلقه شاب، ورحت طالع على برا الطلقه. ثواني، لما قطع الطلقه الاول بنت يسرب، الاثنين اللي جنبيها على السرير ما صحوش؟ لا، ما حد صحي، ما حد صحي. على السريع كده تك تك على طول. تك تك، ورحت عاطي البت اللي برا طلقه، ورحت طلعت على تقى برضه. هاي طلعت على تقى. ده تقى دي يعني رأس الموضوع، لان ده وعره قوي. ازاي تقى؟ وعره زي امها، وعره قوي. عندها سنتين. عندها 2.5 بس وعره قوي. ده ما بتلبسش على مزاجها، تلبس الحاجه اللي ما تعجبهاش ما تلبسهاش ابدا. 2.5 دي اللي هي 2.5 دي امها بالظبط. ده وقعت من الثالث، نزلت على المدخل الارضي، على مدخل العماره، وقامت وقفت وما ماتتش. ما تبقاش زي ابوها. زي امها، مش انا، زي امها. عطيت له طلقه بقى ولا عطيتها ايه؟ عطيتها طلقه في دماغها. طب انا من خلال عرفت ان كان في بنت فيهم، او 3 منهم او 2 منهم فضلوا يفرفروا قدامك فتره. لا، هم 3. هي جوه، وتقى بتنزع اكتر من اي حد. كتير قدامك. نزعت كتير. نزلت يعني كانت بتعمل ايه؟ كده. قلت لتقى. ده، قلت يا تقى يخرب بيت سنينك يا تقى. والثانيه بتنزع بسيط وبتتشنج بسيط. لكن وشهاب برضه بتشنج بسيط. يعني لكن تعذبوا في الموتى يعني. مش اتعذبوا هم في، ما اعرفش انا ايه الحكايه، انا لقيتهم كده كله بعدين يفرفر. واحد داخل عليها. دخل على مين تاني؟ دخلت عليها، كملت عليها بالسطور. انت مش عايز طلقه في دماغها؟ ما عطيتها في دماغها، بس لسه بتفرق، لسه بتنازع برضه. هي التانية بتنازع مراتك؟ ما هي لا، ما تتش في ساعتها. العائل بالتين اللي هم ماتوا في ساعتها، والباقي فضلوا يتعذب. مش يتعذبوا يعني، زي ما تقول ما عرفش ايه الحكايه يعني كده، بس تقى بتنازع نزاع شديد يعني. فتحت عينها وبتنازع نزاع شديد. مين اللي كان بيضحك بقى؟ انا سمعت ان ياسر كان بيضحك ازاي بقى؟ ياسر ماتت وهي بتضحك، ميته وهي بتضحك. اللي هي في ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي مبسوطه. يا سلام. ازاي يعني؟ مش فاهم. زي الناس. انا بعد ما خلصت خالص. استنى، انت خلاص بقى دخلت جبت الساطور منين؟ الساطور كان على المطبخ. على المطبخ. دخلت على مراتك اللي هي مش عايز بتنام. اضرب طلقات تانية عشان قلت لان الناس ممكن تحس. مش عايز تصحي حد من النوم وتقلب. مش عايز اضرب يعني. لفيت الساطور ودخلت عليها. دخلت على مراتك طبعا وهي بتنازع. عملت ايه مع مراتك؟ اعطيتها 2 محترمين. محترمين مش اي كلام. لا، محترمين. يليقوا بيها هي. على فين بقى؟ على جسمها ولا على دماغها؟ على دماغها. ما عرفش في واحد جه على رقبتها ولا بس على دماغها ورقبتها كده يعني. هم ايه حسب الوضع، لان هي نايمه وانا ايه واقف يعني. ساطور بقى على دماغها. جامد. ايوه جامد، محترم يعني. يليق بيها ويليق باخوها. خبطتها طبعا. دي انتهت بقى ولا هتقول لي؟ ما فيش، على طول سكعت. رحت مغطيها، قلت نعم. غطيتها كمان؟ مع تتغطى برضه. جو برد. جو برد. بس رحت راجع على تقى. بقى طب رجع العيال ليه؟ ذنبهم ايه العيال؟ طيب ما تقى يا عم محمد، انا قلت انا متعاطف معاك وانت حبيبي. تقى بتنازع جوه. طب ما هو انا، هو حصل هو دلوقتي. ما هو خلاص، ما هي ما انا حاسبها في في الموتى يعني، بس هي لسه بتنازع، ما عارفش ليه. طفله عندها 2 سنين بتنازع جامد. ده هي بتنازع نزع شديد، اشد من شهاب واشد منها واشد من اي حاجه. طلع في دماغ طفله. طلع في دماغ طفله. مش تموت الطفله ولا ما تموتش. تموت بس دماغها ناشف زي ابوها. زي امها مش زي ابوها. المهم عملت ايه بالساطور بقى على دماغ البنت بتوعها؟ روح ضربها بالساطور. حلوين برضه؟ خطين مظبوطين؟ لا، خبطه واحده بس. خبطه. ما هو قلبك برضه حنين برضه بنتك. هي بنتي، بس انا عايز اسلمها خلاص المولى. مش خبطتها خبطه جامده برضه. خبطتها خبطه جامده، كسر الغطا من فوق. كسر ايه؟ كسر الغطا. يعني طيرت دماغها. كسر الغطا. ايوه. كسر. لحد ساكعت. رحت مغطيها. حبيبي شوف الحنيه برضه. دخلت على شهاب هو اللي حبيتها. دي طلقه في دماغه، جت في صرصور ودنه. جت في ايه؟
جت في صرصور ودنه. اللي هي الطلقه الاولانيه ولا الثانيه ولا في طلقه؟ الثانيه. شاب واخد 3 طلقات. طب اشمعنى الشاب اللي اتوصيت بيه؟ مش كلهم بالسواطير، اشمعنى الشاب اللي ما جتش شاب غالي عليك؟ هو يعني بحبه، بس هو محبه جامده قوي. هو يعني ما لازم اكمل، ما اسيبه يتألم بس ما كده. كانش عليك تبقى بالسطور، خبطه السطور جامده فقلت الطلقات احسن. والله الحنيه بتبان. هو بالنسبه للعيال دي، العيال دي ما كانوش يعني هم ارتاحوا وناموا وارتاحوا، ما فيش عيل فتح عينه. بس نزعوا كتير. هو اتنازع بسيط يعني، حاجات بسيطه كده، ما سبتوش انا ينازع كتير. المهم انت اللي خبطته طلقه في دماغه دي اللي وسبته قبل ما خلصت، المخدة. رجعت تاني جبت